دلوقتي مع مسلسل باب الحارة اللي مفاجآته ما بتخلصش، وكنا كشفنا الأسبوع اللي فات عن اللي بيحصل في كواليس الجزء التاسع اللي عطلت التصوير لفترة، والنهارده في تطورات جديدة ظهرت بعد ما رجع الفريق يصور الحلقات الجديدة. وأول المفاجأة دي اعتذار سلاف فواخرجي اللي ظهرت في جزءه الأخير في دور المحامية جولي، والسبب هو إنها مش راضية عن حجم دورها وتطور الشخصية دي في الجزء الجديد، بالإضافة للتغيرات المستمرة في السيناريو. والمصادر أكدت لإيتي بالعربي بإن اسم رنا الأبيض بيتقال في الكواليس عشان تكون بديلة لفواخرجي. الحقوق حقوق. المفاجأة الثانية كانت إقناع كندا حنا اللي بتلعب دور سارة بالعودة عن قرار اعتذارها بإكمال الجزء التاسع. يا رب فصرحت لإيتي بالعربي إن قرارها بالعودة جه بعد ما عجبتها التعديلات اللي حصلت في النص، بس بالرغم من ده هتظهر في أول 5 حلقات بس عشان يقدروا صناع العمل يبرروا غيابها بعدين. المفاجأة الثالثة هي شخصية أم حاتم اللي بترجع لتقديمها صباح بركات بعد ما غابت في الجزء الثامن، وكانت هي وناهد الحلبي لعبوا الدور ده في الأجزاء اللي فاتت. شو اروح معك على المستشفى. أما المفاجأة الرابعة فهي دخول شمس الملة بنت منتج العمل بسام الملة بشخصية جديدة لسه ما تحددتش اسمها لحد دلوقتي، وهتكون مرتبطة بعلاقة حب مع طارق الصباغ اللي بيقدم شخصية نزار. ما عم بفهم عليكي خالتي، شو بدك